طيب ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وكل حاجة كويسة والدنيا تمام معاكم. ده بارت 4 من لاست نايت ريفيجن الماس. البارتات فتحت معايا والله، بس يعني اللي محتاجهم يشوفهم، اللي مش محتاجهم يسكيب الأجزاء اللي هو حاسس إن هو تمام فيها. طيب أنا شرحت في الفيديو ده ال separation of variables، ماشي. أسئلة عن فصل المتغيرات، حليت 5 أسئلة بالظبط، ماشي. بعتذر لو في أي عشوائية في الشرح وكده، بس هبعت لكم المسائل برضو متصورة على الجروب إن شاء الله، ماشي. لو حد عنده أي سؤال يبعت على الكوميونتي عادي أو يبعت لي، وربنا يوفقكم. يلا نبدأ. يلا بينا نبدأ أول سؤال. دلوقتي في ال separation of variables احنا بنعمل ايه؟ انت معنى اصلا separation of variables يعني فصل المتغيرات، يعني انت بتحاول تخلي ناحية فيها اكسات بس وناحية فيها وايات بس، عشان هنا تكامل بالنسبة لاكس وهنا تكامل بالنسبة لواي، ما يبقاش معاك variable مختلف معاهم. طيب انت الاول بتبص على السؤال عشان تعرف هو ده اصلا سؤال فصل متغيرات ولا لا. تعرف ازاي؟ دايما هتلاقي يعني بعينك كده هتجيبها، تمام. ماشي هنحاول، ولو ما عرفناش يبقى ده اصلا مش فصل متغيرات. طيب انت هنا ممكن تعمل ايه؟ يعني انا وانا باصص على السؤال كده، انا عندي هنا الجنب ده اكسات والجنب ده يعتبر وايات وفيه اكسات تحت. طب ما الاكسات اللي تحت دي قد فوق بالملتبلاي، ماشي، والجنب ده هيبقى وايات بس. طب نجرب كده نعمل الكلام ده. انا هسيب هنا الاكسات دي في الناحيه دي لوحدها، ماشي، وهناك هودي الاكسات دي بالملتبلاي هناك، ماشي. الاول هسيب الوايات اللي فوق هنا سيبها زي ما هي، واي سكوير دي واي ايكوال، وهناك كان معايا براكت جواه 1 بلس اكس سكوير، ماشي، مضروب فيها اكس مضروب فيها دي اكس، ماشي ماشي. طب ما انا كده عملت اللي انا عايزه، انا كده جبت الوايت في حته لوحدها اهو، وجبت الاكسات في حته لوحدها. طيب تمام، سهله. هعمل ايه دلوقتي؟ قبل ما اكمل هوزع الاكسات جوه ثانيه، يعني الاكس دي هضربها هنا وهضربها هنا، ماشي ماشي. طيب هكتب هنا واي سكوير دي واي ايكوال اكس في واحد باكس بلس اكس في اكس بور 2 يبقى اكس بور 3 دي اكس، ماشي ماشي. وصلت للشكل ده بقلم سحري كده. هعمل هنا علامة الانتجريشن وعلامة الانتجريشن هنا برضو، تمام. وهعمل هنا انتجريشن ل y سكوير دي واي. طيب انا كنت بعمل انتجريشن ازاي اصلا؟ انا كنت بزود واحد على الباور وبقسم على الباور الجديد. طيب هنا معاك y سكوير y باور 2، هتزود واحد على الباور هتبقى y باور 3، هتقسم على الباور الجديد. بص خلينا متفقين ان انا ممكن اكتب لو عايز اقسم على 3 ممكن اكتب كده، ماشي صح، وممكن اكتب دي، وممكن اكتب كده صح برضو، ماشي. بس عشان تبقى اسهل يعني تبقى برضو ثواني، تبقى هنا واحد على 3 جنبها، ماشي ايكوال انتجريشن الاكس، استنى عشان السؤال يبقى واضح. تكامل الاكس نفس الحوار، هزود واحد على الباور واقسم على الباور الجديد، هزود واحد على الباور، هي كان الباور بتاعها واحد هيبقى الباور بتاعها 2، ماشي، واقسم على الباور الجديد واقسم على الاتنين. طيب بلس اكس باور 3، ال 3 دي هزود عليها واحد هتبقى اكس باور 4 واقسم على الباور الجديد اللي هو 4، تمام ماشي. بلس سي، ليه عملت هنا بلس سي؟ اي تكامل بيبقى دايما زائد ثابت، ماشي. طب انا ليه ما عملتش بلس سي جنب الواي هنا؟ هنا كده مثلا هو بلس سي هنا بلس سي هنا، هفهمها لكم دلوقتي. انا لو معايا ثابت زائد ثابت بيساوي ثابت، ماشي، فهو الثابت اللي هنا والثابت اللي هنا انا اختصرتهم في بلس سي واحده، فهو باختصار يعني اكتب بلس سي واحده في الاول في الاخر. طيب ده كده حل السؤال ده. طيب يلا بينا نبدأ السؤال التاني. انا في السؤال ده هعرف برضه اعمله فصل متغيرات، ليه؟ عشان انت
ملقتش اكس ملزوقة في واي والترم معقد، لأ أنت شايف هنا الدنيا بسيطة، الإكسات في حتة لوحدها والوايات في حتة لوحدها والدنيا بسيطة. ماشي، هتقدر تبعتهم يعني جنب بعض. طيب أنا هعمل إيه دلوقتي؟ أنا قدامي دي واي دي إكس إيكوال واي، وفي فوق إكسات وفي تحت وايات. طيب سهلة، أنا شايف هنا في فوق إكسات وشايف هنا تحت دي إكس، فالدي إكس دي هتروح لهم هناك بديهي. ماشي، وشايف هنا واي بلس 3 تحت هتطلع فوق جنب الدي واي، وفي هنا واي فوق هتنزل هنا تحت جنب الدي واي بس من تحت. ماشي، حاسس انك اتلخبطت بس سهلة دلوقتي. هتعمل ايه؟ هقولك، هسيب هنا الدي واي عادي، الدي واي اللي هي هنا. ماشي، وفي هنا واي بلس 3 تحت هتطلع فوق واي بلس 3. ماشي، وفي هنا واي فوق هتنزل هنا تحت. ماشي ماشي، انا كده ظبطت قصة الوايات. هعمل ايه دلوقتي ناحية الاكسات؟ ناحية الإكسات في فوق إكس سكوير ماينس 2 إكس بلس 1. طيب إكس سكوير ماينس 2 إكس بلس 1، في هنا دي إكس تحت هتطلع فوق دي إكس. ماشي ماشي، كده أنا فصلت المتغيرات. ممكن أعمل تبسيطة عشان أعرف أكمل. إيه التبسيطة اللي أعرف أعملها؟ هقولك دلوقتي على سكيل. أصلا لو معاك إكس زائد واي على زد تقدر تقسمها بالشكل ده، إكس على زد بلس واي على زد، هتلاقيها عملت معاك شكل قلب كده. تمام، هتكتب هنا ايه؟ تكتب اكس على زد زائد واي على زد، بس العكس ما ينفعش. ماشي، العكس اللي هو ايه؟ ان يبقى معايا حاجه واحده فوق اقسمها على حاجتين تحت، ده عك. ماشي ماشي، يا رب تكون واضحه. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هقسم دي كده واي على واي وتلاتة على واي. ماشي، هتلاقي برضو بقولك عامله معاك شكل قلب كده. طيب واي على واي واحد بلس تلاتة على واي، تلاتة على واي عادي. كده انا هعرف اكملها. دي واي ايكوال اكس سكوير زي ما هي، مش هعمل فيها اي تبسيطة، ناقص 2 إكس بلس 1 دي إكس. ماشي، تعالى يلا نكمل. لما اجي اعمل انتجريشن هنا حط لي بس علامة الانتجريشن كده وعلامة الانتجريشن كده. طيب تكامل الواحد دي واي واي، عشان ما تتلخبطش، عشان انا عدت الفيديو ده من شوية لما قلت ان هو اكس، لا مش اكس. تكامل الواحد دي واي واي. ماشي، بلس تلاتة على واي. انت ممكن تعملها ازاي؟ انت ممكن اصلا في دماغك، انا كده مش بكامل، اقسمها لتلاتة مضروبة في واحد على واي. طيب ما التلاتة ثابت وانا هكمل الواحد على واي فهتبقى سهلة. ماشي، سيب لي التلاتة دي هنا، استنى نمسح الكلام ده. والواحد على واي التكامل بتاعها ايه؟ التكامل بتاعها لن واي. ليه لن واي؟ مش انا لو قلت لك اعمل ديريفاتيف للن واي هتقول لي الديريفاتيف ما بداخل اللن على اللي جوه اللن، هيبقى واحد على واي، فانا كده ماشي صح. تمام ماشي، اكل تكامل الاكس سكوير، اكس هتزود على الباور واحد وتقسم على الباور الجديد، هي كانت باور 2 هتخليها باور 3 وتقسم على 3. ماشي، ناقص الاتنين اكس، اتنين هتنزل هنا عادي، والاكس هتزود واحد على الباور، هي كانت اكس باور 1 هتبقى اكس باور 2 وتقسم على الباور الجديد تقسم على الاتنين. ماشي، ممكن بتبسيطة بسيطة تطير الاتنين دي مع الاتنين دي فيتبقى لك اكس سكوير بس، لو عايز تسيبها كده سيبها مش غلط. ماشي، تعالى كده وبعدين قول لي تكامل الواحد اللي هنا ده متنساهوش، تكامل الواحد دي اكس اكس يبقى بلس اكس. ماشي، طبعا ما تنساش بلس سي، بلس سي. ماشي، كده السؤال اتحل. طيب يلا بينا نبدأ السؤال التالت. انا بس كنت نسيت اكتب بلس سي في السؤال اللي فات. ماشي، فبقول لكم دلوقتي عشان لو نسيت همنتجها يعني وكده واظبطها. طيب عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان قبل ما تحل اي سؤال ماس حاول تدور على اي تبسيطه تسهل لك السؤال، عشان السؤال ده مش هيتحل غير بالتبسيطه اللي هقولها دلوقتي، اللي هي ايه؟ اللي هي e باور x بلس y
نفس الكلام ده بيساوي e باور x مضروبة في e باور y. ماشي. السؤال مش هيتحل غير بالطريقة دي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ نكتب شكل السؤال تاني. e باور x e باور y dy dx equal 2x. ماشي. طيب انا في الاغلب، مش في الاغلب، الواي بتبقى معايا فوق. ماشي. e باور y dy، وهنا في e باور x هتروح هناك بالديفايدد، وهنا في dx هتروح هناك. طيب هكتب السؤال تاني، هكتب e باور y dy equal، هناك كان في 2x تنزل زي ما هي، وفي هنا e باور x هتيجي هنا بالديفايدد e باور x، او ممكن بدل ما اجيبها بالديفايدد عشان تسهل عليا حل السؤال اكتبها هنا كده e باور x نيجاتيف x. معلش. تمام. لو عندي باور تحت في الدينومينيتور اقدر اعكس اشارته، قصدي احط فوق. طيب دي اكس. تمام. انزل لي تحت كده. انت دلوقتي الشكل ده هتعرف تعمل له انتجريشن عادي، بس الشكل ده مش هتعرف تعمل له انتجريشن. ليه؟ عشان معاك متغيرين مضروبين في بعض، اللي هما نفس الاكس يعني، بس شكلين. دي والله ما فاكر اساميهم، بس هنا 2x مضروبة في x في e باور نيجاتيف x. طيب الشكل ده بيتحل بانتجريشن باي بارتس، بالتجزئة. طيب تعالى ناخد الشكل ده نحله بالتجزئة هنا. طيب انت عشان تحل انتجريشن باي بارتس بتحله ازاي؟ بتجيب في ناحية، بص هو الدكتورة شرحها بطريقة وانا بشرحها برضو، يعني هي نفس الطريقة بس فرق كتابة شكل الكلام، انا متعود عليه بطريقة واحدة. طيب اللي هي ايه؟ ناحية بعمل لها ديريفاتيف وناحية بعمل لها انتجريشن. طيب الناحية اللي بعمل لها ديريفاتيف بتبقى في الاغلب الاكس. لو انا معايا اكس، يعني انا مثلا معايا هنا 2x ومعايا هنا e باور نيجاتيف x، الناحية اللي فيها اكسات بعمل لها ديريفاتيف. طيب 2x، والناحية التانية بعمل لها انتجريشن اللي هي e باور نيجاتيف x. طيب اعمل ديريفاتيف ل 2x هتبقى 2، اعمل انتجريشن ل e باور نيجاتيف x هتبقى e باور نيجاتيف x، وفي نيجاتيف هينزل هنا. ماشي. طيب لما بوصل للشكل ده بحل الانتجريشن ازاي؟ بقول ده في ده ناقص انتجريشن ده في ده. طيب عشان ما تتوهش مني، ده في ده ناقص تكامل ده في ده. طيب نشيل الكلام ده كله ونكتب الكلام ده تحت. 2x 2x في نيجاتيف e باور نيجاتيف x، يبقى النيجاتيف هنا و e باور نيجاتيف x هنا، ناقص انتجريشن 2 في نيجاتيف e باور 2x نيجاتيف e باور نيجاتيف x. طيب تعالى لي هنا كده اكتب لي الشكل ده بطريقة صح. نيجاتيف 2x e باور نيجاتيف x ناقص، هكمل الشكل ده. طيب عشان اعمل انتجريشن لنيجاتيف 2 e باور نيجاتيف x هعمل ايه؟ النيجاتيف 2 ده كونستانت هيطلع بره. تمام. ماشي. فهتفتح لي براكت هنا وتقول لي نيجاتيف 2، تفتح لي براكت انتجريشن ال e باور نيجاتيف x ايه؟ e باور نيجاتيف x، بس في نيجاتيف هيتضرب بره. تمام. فالنيجاتيف ده هيبقى هنا. طيب الاتنين دي هضربها جوه، اكتب نفس الكلام ده تاني. نيجاتيف 2x e باور نيجاتيف x ماينس 2 اللي هي الاتنين دي مضروبة في e باور نيجاتيف x. طيب اتأكد بس انا شغال صح ولا غلط وارجع تاني. تمام انا شغال صح، بس ايه بقى؟ المفروض اخد كومن فاكتور، او عادي ممكن ما اعملوش، بس هو عشان يخلي شكل المسألة احسن. اللي هو ايه؟ انا شايف ان انا معايا هنا نيجاتيف 2 x باور نيجاتيف e باور نيجاتيف x، وهنا نيجاتيف 2 e باور نيجاتيف x. طب ما انا ممكن اسحب النيجاتيف 2 e باور نيجاتيف x كومن فاكتور. ماشي. لما اقسم الكلام ده على نيجاتيف 2 e باور نيجاتيف x هيتبقى لي هنا x.
ماشي. ولما اسحب نيجاتيف 2 e باور نيجاتيف x من الكلام ده common factor هيتبقى لي 1. ليه؟ لما اقسم الكلام ده على نيجاتيف 2 e باور نيجاتيف x هيتبقى لي 1 عشان انا بقسم حاجة على نفس الحاجة فهيتبقى لي 1. ماشي؟ ماشي. لو فاكرين انا كل ده كنت بعمل ايه؟ انا كل ده بجيب الانتجريشن باي بارتس اللي بالتجزئة. طيب اسحب لي الكلام ده كله بقى وهنسحبه على فين؟ احنا كل ده كنا بنعمل الانتجريشن باي بارتس. طيب تعالي هناك كده. معلش ثواني، يا ريتني نقلته كنت الموضوع هيبقى اسهل. طيب كده انا عملت انتجريشن للجنب ده. الجنب التاني اللي هو كان فيه e باور y dy لسه ما عملتلوش انتجريشن. طيب e باور y dy لما اعمل له انتجريشن هيبقى e باور y برضو. ماشي. وعشان ما اغلطش زي السؤال اللي فات هكتب هنا بلس t. تمام تمام، ده حل السؤال. طيب عشان انا ما وضحتش دي قوي في السؤال اللي فات يعني، وانت بتعمل انتجريشن باي بارتس الانتجريشن بالتجزئة، انت في جنب بتعمل له ديريفاتيف وجنب بتعمل له انتجريشن. ماشي. الجنب اللي بتعمل له ديريفاتيف بيبقى ليه أولوية. يعني أعرف منين أنهي اللي أعمل له ديريفاتيف وأنهي اللي أعمل له انتجريشن؟ بالقاعدة دي. القاعدة دي اسمها ليت. إيه قاعدة ليت دي؟ بيقول لك إن أنت عندك أولوية في الحاجات اللي بتعمل لها ديريفاتيف. زي إيه؟ يعني أنا لو معايا حاجتين مضروبين في بعض، مثلا إكس في كوزاين مثلا إكس أي حاجة، بعمل ديريفاتيف للإكس. طب اشمعنى بعمل ديريفاتيف للإكس مش للكوزاين إكس؟ عشان في ترتيب. أولا اللوجاريتم اللي هو اللوج، أول حاجة بعمل لها ديريفاتيف. ماشي. اول لما بشوفها بحطها كده كده في الديريفاتيف. طيب ايه اللي ليه اولويه بعد كده؟ الالجبريك. ايه الالجبريك؟ اللي هو الاكس، اكس سكوير، اي حاجه فيها اكسات، اللي هو معادله جبريه. ماشي ماشي. ايه اللي بيجي بعدها؟ التريجونومتريك اللي هو الساين والكوزاين والتان والسيك والحاجات دي كلها. ايه اللي بيجي في الاخر خالص اللي دايما بيتعمل له انتجريشن؟ الاي. حلو حلو. فانت لما بتيجي تعمل انتجريشن باي بارتس دايما تكتب كلمه ليت دي: ال لوج، اي الجبريك، تي تريجونومتريك، اي الاي العاديه. ماشي. دي الحاجات اللي بتعملها ديريفاتيف في الاول، ليها اولويه في الديريفاتيف بس. طب مثلا انا لو معايا زي السؤال اللي فات بالظبط، دي هنزل تحت هنا. لو معايا اكس مضروبه في اي باور اكس، انهي اللي ليه اولويه ان هو يتعمل له ديريفاتيف؟ الاكس. ليه مش الاي؟ عشان انت بتبص على الترتيب بتاع ليت. هنا الاي اللي هي الالجبريك اللي هي الاكسات في الاولويه بتيجي الاول، انما الاي بتيجي في الاخر. فكده كده الاي دي بيتعمل لها انتجريشن. تمام تمام. طب انا امتى بستعمل الانتجريشن باي بارتس؟ لو معايا حاجتين مضروبين في بعض مش زي بعض. يعني مثلا الجبريك في تريجونومتريك او الجبريك في اكسبوننشال اللي هو الاي كده. لو معايا حاجتين مضروبين في بعض مش عارف اعمل لهم انتجريشن على طول، بعمل لها انتجريشن باي بارتس. طب ايه الاولويه او ايه اصلا انتجريشن باي بارتس؟ جنب بعمل له ديريفاتيف وجنب بعمل له انتجريشن. ماشي. الجنب اللي بعمل له ديريفاتيف بيبقى الاولويه للي بيجي في الاول في كلمه ليت: لوج، الجبريك، تريجونومتريك، اكسبوننشال. تمام تمام، يا رب تكون واضحه. طيب يلا بينا نحل السؤال الرابع. ايه فكره السؤال ده؟ برضو في تبسيطه لو ما خدتهاش مش هتعرف تحل السؤال وتقعد تعيط جنبه. اللي هي ايه؟ اللي هي ان انا معايا في السؤال بيقول لي e باور x minus y. انا لسه قايلها في السؤال اللي فات، ده بيساوي e باور x مضروب في e باور نيجاتيف y. لو ما خدتش بالك من الكلام ده مش هتحل السؤال. طيب نكتب السؤال تاني بشكل كويس، نكتبه بعد ما بسطناه يعني. هتقول لي dy dx equal x مضروبة في e باور x مضروبة في e باور نيجاتيف y بلس، افتح براكت وحط لي جواه 4x باور 3 استنى 3 مش واضحة، 3 ماينس 1 مضروب في e باور نيجاتيف y. طيب أبسط شكل السؤال ده ازاي؟
في common factor لو ما خدتوش مش هحل السؤال، اللي هو ايه؟ معاك هنا e باور نيجاتيف y ومعاك هنا e باور نيجاتيف y، وده ترم وده ترم ويفصل ما بينهم بلس، فانت هتعمل ايه؟ مش عارف قلت بلس كده ليه. ماشي، هتعمل ايه؟ هتسحب لي ال e باور نيجاتيف y common factor، يعني هتقسم هنا على e باور نيجاتيف y وتقسم هنا على e باور نيجاتيف y. طيب اكتب السؤال تاني، قول لي dy dx. ماشي ماشي equal، هتسحب لي ال e باور نيجاتيف y هنا common factor وتفتح براكت وتحط الحاجات اللي باقي معاك هنا في الأول ايه؟ x e باور x بلس 4 x باور 3 ماينس 1 واقفل براكت. تمام تمام، انت كده بسطت الشكل. طيب تقدر تعمل ايه دلوقتي؟ السؤال يعتبر اتحل خلاص. ليه؟ هقولك، الجنب ده معاك كله اكسات والجنب ده وايات، طب ما انت تودي الواي دي هنا وتجيب الدي اكس دي هناك والسؤال خلاص اتحل. طيب تعالى نعمل الكلام ده. ماشي، هنا كان في دي واي فوق، سيبها فوق زي ما هي دي واي. ماشي، والاي باور نيجاتيف واي هنا هتروح هناك اي باور واي. ليه؟ ما عشان هنا كانت نيجاتيف واي وهناك هتروح واي. طيب ايكوال، هناك كان في ايه؟ نفس الكلام اللي جوه البراكت ده كله، اكس اي باور اكس بلس 4 اكس باور 3 ماينس 1 دي اكس. دي اكس اللي هناك وديتها هنا. طيب وصلت للشكل ده. طيب ما زي العسل، انا الشكل ده بعرف اعمل له انتجريشن عادي، انتجريشن. طيب انتجريشن الاي باور واي، اي باور واي برضه ماشي ايكوال انتجريشن الاكس اي باور اكس. انت هنا معاك الجبريك مضروبه في اكسبوننشال، فدي انتجريشن باي بارتس، فانت سيب لها مكانها هنا واكتب اي. طيب بلس انتجريشن الشكل ده 4 اكس باور 3، هتكتب الاكس هتزود واحد على الباور، هي كانت باور 3 تخليها باور 4 وتقسم على الباور الجديد 4 على الأربعة واحد. لا عايز تكتبها 4 على 4 ماشي واحد، فمش لازم تتكتب أصلا، بس لو كتبتها عادي برضه مفيش مشكلة، ما كتبتش حاجة غلط. طيب ماينس انتجريشن الواحد اكس، انت بتعمل انتجريشن مش ديريفاتيف، خد بالك لو عملتها زيرو غلط. ماشي، في الآخر بلس سي زائد ثابت. تمام تمام، بس أنا نسيت حاجة، نسيت إيه؟ نسيت أجيب الانتجريشن باي بارتس. طيب سهلة، أنا كنت هعمل انتجريشن باي بارتس لإيه؟ للإكس إي باور إكس، دقيقة، للإكس إي باور إكس. طيب تعالي لي بقى هنا على جنب وقول لي إكس إي باور إكس هعمل لها انتجريشن باي بارتس، أجيب هنا ناحية أعمل لها ديريفاتيف وناحية أعمل لها انتجريشن. فاكرين قاعدة ليتل اللي لسه قايلها من شوية؟ طيب أنا هنا الإكس دي معايا الجبريك حرف الإيه، والإي حرف الإي. تمام، الإيه الأول، فالإيه اللي هيتعمل لها ديريفاتيف، فالإكس هيتعمل لها ديريفاتيف. طيب الإي باور إكس إكسبوننشال هيتعمل لها انتجريشن إي باور إكس. طيب يلا نعمل ديريفاتيف للإكس فهتبقى 1، ونعمل انتجريشن للإي باور إكس هتبقى إي باور إكس برضه. طيب كنت بعمل إيه؟ بضرب ده في ده ناقص تكامل ده في ده. ماشي، طيب قول كده الكلام اللي أنا لسه قايله تاني، ده في ده إكس في إي باور إكس، إكس إي باور إكس ناقص تكامل الإي باور إكس في الواحد، إي باور إكس في واحد بواحد، لما أعمل لهم انتجريشن إي باور إكس الانتجريشن بتاع إي باور إكس برضه. ماشي ماشي، هاتلي الكلام ده كده وديهولي هناك. طيب هو السؤال كان اتحل معايا خلاص، بس كان فاضل لي ان انا اشيل الاي دي واحط مكانها الكلام ده. طيب شيل الاي اللي هو الانتجريشن باي بارتس، لا صار اشيله، لا متهزرش بس كده. تمام ماشي، واحط مكانه الكلام ده، اعتقد كده واضحه. طيب سؤال تاني معايا، انا معايا فوق هنا الدي واي ومعايا تحت هنا الوايات، طب ما دول هيطلعوا فوق والدي اكس دي هتطلع هناك فوق. ماشي، شيل لي بقى الشخبطه اللي كتبتها دي ونكتب الكلام تاني. انا هسيب الدي واي فوق هنا دي واي ماشي، وهضرب فيها الواي كوزاين واي. طيب عشان نخلي دي واي في الآخر استنى، اكتب لي واي كوزاين واي دي واي ايكوال، معايا فوق هنا ايه الكلام ده، اكس سكوير بلس 1
دي اكس. ماشي، انا كده فصلت متغيرات خلاص. ليه؟ معايا في الجنب ده وايات ومعايا في الجنب ده اكسات. طيب دلوقتي وقت ان انا اعمل انتجريشن. اعمل ايه؟ علامة الانتجريشن وعلامة الانتجريشن. طيب عشان اعمل انتجريشن لواي كوزاين واي، انا كده معايا الجبريك مضروبة في تريجنومتريك، يبقى دي انتجريشن باي بارتس. تمام، دي انتجريشن باي بارتس. فهكتب هنا اي ايكوال، هناك معايا اكس سكوير. لما اجي اعمل انتجريشن لاكس سكوير ازود واحد على الباور واقسم على الباور الجديد. هي كانت باور 2 اخليها باور 3 واقسم على 3 وقسمت على الباور الجديد. ماشي، بلس الواحد لما اعمله انتجريشن دي اكس هيبقى اكس بلس سي. السؤال خلص؟ مخلصش. ليه؟ ما انا لسه ما جبتش الانتجريشن باي بارتس. طيب تعالى لي على جنب هنا واكتب لي، ولا تحت وخلاص تحتيها، اكتب لي هنا انا كنت عامل انتجريشن ليه؟ لواي كوساين واي. طيب فاكرين قاعدة ليت؟ ماشي، الواي دي اكسبوننشال، حاجة جبرية. طيب فهتبقى ايه؟ ماشي، الكوساين واي، الكوساين واي تريجنومتريك هنا، فأنهي اللي ليه الأولوية في الديريفاتيف؟ صح، الايه. ماشي، تعالى نكتب هنا دي الناحية اللي عاملاها ديريفاتيف واي الناحية اللي عاملاها انتجريشن. طيب ايه اللي كنت عامله ديريفاتيف؟ الواي، الواي صح اه. وايه اللي كنت عامله انتجريشن؟ الكوساين واي. طيب تعالى كده اعمل لي ديريفاتيف للواي هتبقى 1، واعمل لي انتجريشن للكوساين واي، انتجريشن للكوساين ساين واي. تمام، كنت بعمل ايه؟ بضرب ده في ده ناقص تكامل ده في ده. ماشي، لو مش لاقطين قوي حته الانتجريشن باي بارتس هاتوا كام سؤال واقعدوا حلوهم هتلقطوا الفكره اكيد. طيب هعمل ايه؟ هضرب الواي في ساين واي، ماشي، ناقص تكامل الساين واي في الواحد، في الواحد ناقص تكامل الساين واي في الواحد. طيب هعمله انتجريشن على طول. انتجريشن الساين نيجاتيف كوساين. طيب نيجاتيف دي نيجاتيف كوساين واي. ماشي، طب ما نيجاتيف ونيجاتيف تبقى بوزيتيف. ماشي، يبقى ايه؟ شيل لي دي كده وخلي لي دي بوزيتيف. ماشي، يبقى حل السؤال معايا واي ساين واي بلس كوساين واي. طيب هتلاقي الكلام ده كده طلعهولي فين؟ هو مكان الانتجريشن عامة، مكان علامة الانتجريشن باي بارتس. شخبط لي على الكلام ده ايه، وشخبط لي برضو على الاي دي، وهنحط الكلام ده مكان الانتجريشن باي بارتس هنا كده. تمام، ده حل السؤال.